ازيكم حلوين عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم مع بعض روتيني قبل الشاور او في خلال الشاور. ده اول حاجه طبعا الشامبو. بغسله يعني بحاول انوع ما بين كذا نوع شامبو. فعندنا الفئه الاقتصاديه مينك حلو جدا ومفهوش سلفات ولا بارابين. وكمان بجيب المينك كمان حمام الكريم بتاعه حلو قوي في النوع ده اللي هو بالثوم، وفي النوع التاني بجوز الهند حلو قوي. يعني بحب انوع لشعري بيخليه هيلثي كده وناعم وجميل. وفي ده شامبو طبي بس غالي شويه، و يعني احتمال يكون مقاطعه دلوقتي بس هو عندي بقاله مده، يعني تقدروا تستخدموا النوع اللي انتوا حابينه. وطبعا شامبو نيزا بيكس بتاع القشره حلو جدا، بنستخدمه من وقت للتاني، يعني حتى لو ما عندكيش قشره فهو بينظف فروه الراس. كمان سيرابويب ده سيرم للشعر حلو قوي، هو طبعا مقاطعه بس عندي بقاله مده، واضح طبعا ان هو بقاله مده عندي. حلو جدا، بستخدمه لشعري من فتره للتانية، بيخليه هيلسي وريحته تحفه بجد. كمان بستخدم زيت البرهان برضو من فترة للتانية، بيطول الشعر بصراحة وحلو قوي وريحته تحفة وجميل جدا. وكمان ساعات بحط برضو كريم فيانسيه، ده جربته حلو باللوز والثوم، اي حاجة فيها ثوم انا موجودة فيها، حلو جدا للشعر. طبعا بعد الشاور ما ننساش نرطب جسمنا، انا برطبه بالمرطب ده، بس المرطب ده ريحته قوية شوية وثابتة. في كمان مرطب طبي اللي هو ريتشي بانسينول، ده يعني فئة اقتصادية حلو وطبي، تقدروا تستخدموه في الترطيب، وبرضو لونه حلو قوي وسعره جميل، نقدر نستخدمه برضو للترطيب. وما ننساش بقى ندلع نفسنا ببادي سبلاش كده، هو فيه جليتر شويه، طبعا الحاجات دي تتحط في البيت ما تتحطش بره البيت، الواحد يبقى منتعش كده وجميل. ودي صابونه انا بستخدمها للبشره حلوه قوي وللحبوب، وبزيل بيها الميك اب، اسمها فيت بار. دي صابونه طبيه بتتجاب من الصيدليه وحلوه قوي، بديل للغسولات الغاليه. وطبعا ما ننساش لما نيجي نخرج نحط السان بلوك، ده سان بلوك ديرماتيك طبي من الصيدليه. وبس كده، تصبحوا على خير.